السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن الأعياد أيها السادة أيام خير وبركة، ومواسم فرحة وبهجة، ينظر فيها الإنسان إلى نفسه نظرة تلمح السعادة، وإلى أهله نظرة تبصر الإعزاز، وإلى بيته نظرة تدرك الجمال، وإلى الناس كل الناس نظرة ترى الإخاء والإنسانية. في يوم العيد تتلاقى الوجوه والقلوب، تحفها البسمة الصافية والسعادة الصادقة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويوم عيد الأضحى المبارك من أعظم أيام الله رب العالمين، وفيه يفرح حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم بعد أن أتم الله عليهم النعمة وأجزل لهم المثوبة والمنة بطوافهم بالبيت الحرام، وسعيهم بين الصفا والمروة، ووقوفهم على عرفات حيث التعرض للرحمات والبركات. كما يفرح المسلمون في بقاع الدنيا بذبح الأضاحي تقربا إلى الله وتوسعة على الفقراء والمحتاجين، وتحقيقا للتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع. وفي هذا اليوم نستحضر قصة الخليل إبراهيم عليه السلام مع سيدنا إسماعيل عليه السلام، بما تحمله من قوة الإيمان بالله وحسن الانقياد له، وأعلى درجات التضحية، وأصدق آيات التسليم لله رب العالمين. فقد رزق الله الخليل إبراهيم الولد بعد شوق وطول انتظار، فلما بلغ معه السعي ونضرة الصبا جاء البلاء العظيم والأمر الإلهي، حيث يقول الحق سبحانه: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فكانت الطاعة المطلقة والتسليم لله رب العالمين من سيدنا ونبينا إسماعيل عليه السلام: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إنه اليقين، إنه التسليم لأمر الله رب العالمين، إنه الرضا عن الله، ولم لا، وهو سبحانه صاحب الفضل والعطاء. خلق الإنسان وسواه وعدله، وفي أجمل صورة ركبه، وعافاه في بدنه، وأمنه في بيته، ورزقه قوت يومه، وأنعم عليه نعما لا تعد ولا تحصى. فوحقه لأسلمن لأمره في كل نازلة وضيق خناق. موسى وإبراهيم لما سلما من الإغراق والإحراق. جاءت عطاءات الله المتتابعة بعد أن استسلم الوالد والولد لأمر الله، فكان الفداء العظيم، حيث يقول الحق سبحانه: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا
إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. فسلام على سيدنا إبراهيم، وسلام على سيدنا إسماعيل، وسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فالأعياد أيها السادة فرصة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتزاور والتلاقي وصلة الأرحام ونشر الرحمة والمودة بين الناس، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ويقول الحق سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فلنبعد الأحزان والهموم عن قلوبنا، ولنعش هذه اللحظات بكل تجلياتها الجميلة، ولنتجاوز العداوات والنزاعات والأحقاد، ولنركب جميعا على متن سفينة التكافل والتراحم فيما بيننا. وعندئذ وفقط تلتحم خيوط صلة الأرحام، وينجلي عن القلوب الظلام، ويعيش الناس جميعهم في أمن وأمان وسلام. نسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا العيد عيد خير ويمن وبركة على مصرنا العزيزة وأهلها أجمعين، وأن يفرج كرب أشقائنا في غزة، وأن يفرج كرب المكروبين. اللهم أعد هذا العيد علينا باليمن والخير والبركات والأمان والسلام، وكل عام حضراتكم بخير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.